أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من الشارع المصري. أعزائي المشاهدين، هذا الأسبوع الحقيقة أسبوع مليء بالتفاؤل، هذا التفاؤل الذي شاهدناه جميعا وهذه السعادة التي أحسسنا بها جميعا مع افتتاح العديد من المشروعات، حوالي 34 مشروع تم افتتاحهم هذا الأسبوع، افتتاحهم الرئيس السيسي، سواء من الوحدات الشبابية الإسكانية التي افتتحها بنفسه أو المشروعات التي تم افتتاحها عبر الفيديو كونفرنس كما شاهدنا جميعا هذا الأسبوع. بنتكلم على مشروعات طرق، بنتكلم على كباري، بنتكلم على إسكان لمحدود الدخل، بنتكلم على إسكان للشباب، بنتكلم على محطات تحلية مياه، بنتكلم على ملاعب أولمبية، بنتكلم على نوادي رياضية، بنتكلم على صالات مغطاة متخصصة. الحقيقة مجموعة من المشروعات كلها بتصب في صالح المواطن المصري، وكلها مشروعات بيتم إنجازها على أعلى مستوى من خلال الهيئة العامة للهندسة. الحقيقة الجيش بالتعاون مع شركات المقاولات المصرية والمهندسين بيقوم من خلال هذه المشروعات بتقديم نموذج لكيفية الأداء عندما تكون هناك إرادة. الحقيقة السعادة اللي شعر بها كثير من المواطنين ونحن نشهد هذه الافتتاحات، وسعادة الشباب اللي راح عشان يتسلم هذه الوحدات السكنية التي قام الرئيس بتفقدها بنفسه خلال هذا الافتتاح. كل هذه الأمور بتقول أن هناك عجلة بتدور وبتحاول أنها تدور بسرعة جدا وبتصب في مشروعات في صميم احتياج المواطن. شبكة الطرق الجديدة والكباري واللي البعض منها بيربط الصعيد بالطرق الرئيسية، واحنا عارفين أن طرق المواصلات في الصعيد كان فيها إشكالية كبيرة. الكباري التي تسهل المرور بين المناطق وبعضها البعض وتعمل تيسير مروري. بنتكلم على طرق في طريق لشرم الشيخ. امبارح كمان كان هناك قرارات تخص إنشاء ميناء دولي لليخوت، والكثير من هذه المشروعات اللي احنا بنعرف فيها أن هناك عقل بيدور دائما من أجل صالح المواطن. بالتأكيد هذه المشروعات لابد أن تجعل المواطن المصري يستشعر أن هناك من يمتلك ترمومتر للشارع المصري ويستطيع أن يحدد أولوياته. هو بمناسبة ترمومتر الشارع المصري، الحقيقة يعني عن نفسي كانت أول خبر أسمعه عن موضوع السجادة كان من خلال بيان الشؤون المعنوية للجيش، واستغربت جدا إن هم بيطلعوا بيان وبيقولوا إنه السجادة دي إحنا استخدمناها أكتر من مرة. فكرت إنه الشؤون المعنوية للجيش دايما بتتكلم في مواضيع أهم وأكبر من كده بكتير، وإذ بي أفاجئ إنه يعني هم بيعلقوا وبيدافعوا بشكل كبير جدا عن موضوع السجادة. لما تابعت أنا ما لفتش نظر السجادة، لأن كان في مشاريع، كان في مباني، كنت عايزة أشوف يا ترى المباني دي وإسكان الشباب ده يليق بحياة كريمة من أجل المواطن المصري والشاب المصري ولا لا. عايزة أحاول أتابع المشروعات، أعرف إيه هم ال 34 مشروع اللي اتكلفوا 16 مليار اللي سيادة الرئيس بيفتتحهم. لفت انتباهي جدا أكتر من السجادة برضو إنه هيكون في صرف صحي ل 2300 قرية في خلال سنتين ونص من أصل 4700 قرية. لفت نظري سيادة الرئيس لما اتكلم عن المية وقال إن احنا بنحتاج إلى 40 مليون جنيه في اليوم من أجل المياه. دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا كمواطنين مصريين، إنه هيكون في لسه 100,000 إسكان آخرين، وإن المبلغ هيدفع من صندوق تحيا مصر. أعتقد دي حاجات مهمة جدا. عايزين سلبيات، أكيد في سلبيات ويمكن ناقشناها من خلال برنامج الشارع المصري قبل كده، في سلبيات اقتصادية، في سلبيات اجتماعية واتكلمنا عنها كتير، لكن أكيد مش من ضمنها موضوع السجادة. احنا موضوعنا النهارده عن مشروعات التنمية والإسكان الاجتماعي. أعتقد إن هي هامة جدا لكتير من شبابنا وكتير من المواطنين المصريين. هنعرف تفاصيلها، ازاي الاشتراك فيها، ايه الجديد اللي هيتم. الحقيقة ده كله هيكون من خلال لقائنا مع المهندس عبد المطلب ممدوح، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم، أهلا وسهلا. ومعنا ايضا استاذ اسماعيل نصر الدين، عضو لجنه الاسكان بمجلس النواب. اهلا سوري، استاذ عمر وطني، انا اسف، استاذ عمر وطني عشان احنا الضيف، انا اسفه اتغيرنا في اخر وقت. استاذ عمر وطني عضو مجلس النواب، اهلا بحضرتك وبعتذر لك مره ثانيه. احنا مع حضراتكم حالا هنتابع تقرير عن راي الشارع المصري في هذا الموضوع ونرجع مره ثانيه.
مشروع الإسكان الأخير مشروع كويس، وأنا شايف إن هو هيخدم ناس كتير، وشايف إنه خدمة للمواطنين جيدة. لو اتحققت بالصورة الكافية هتبقى حاجة كويسة قوي للبلد. يا ريت يذهب هذا المشروع او هذا الامر الى اصحابه. الناس قاعده في الشوارع ومش شايفين حد بياخد، بنسمع على مسميات ولكن ما حدش بياخد، بنسمع كلام لكن ما حدش واخد. احنا نتمنى الحق يذهب او يروح الى مستحقيه. الرئيس عايز يحل مشكله الاسكان عند الشباب، لانها مشكله ملحه وبتمثل وسيله ضغط شديده على الدولة يعني. والله احنا عايزين مزيد من اسكان للشباب، وبس لابد ان يكون باسعار يعني في متناول الشباب. مش معقولة مثلا اسكان متوسط بيتكلموا عليه ب 400,000 جنيه، ده كلام يعني مستحيل. مشروع اسكان التعاوني وده جميل جدا جدا جدا، وانا من ابناء البحر الاحمر واحنا لينا حصه، وبس طبعا البنيه التحتيه لسه بتتنشئ دلوقتي، وان شاء الله هيسلموها للشباب وهتبقى حاجه كويسه اليوم. طبعا هي حاجه مشجعه للشباب جدا، وتساعد الشباب انه يتجوز ويفتح بيت، وانا شايف ان سعرها كويس كمان، يعني هو 5000 جنيه تقديمه تقريبا، فسعره مناسب، وحتى القسط بتاعها مناسب جدا، وتقريبا على 20 سنه، فحاجه مناسبه، حاجه كويسه صراحه يعني. الاسكان طبعا دي مشكله كل الشباب، واحنا طبعا بنشكر الحكومه، بنشكر على سعاده الرئيس السيسي على الجهد المبذول من الحكومه في الاسر، واحنا لامسينه اصلا بايدينا يعني. مشروعات كويسه وكل حاجه، بس بنتمنى ان هي تتربط اكتر بوسائل مواصلات تساعد الناس ان هي ممكن تروح تسكن هناك. المشروعات اللي دي طبعا هايله اللي هم عملوها، طبعا وزاره الاسكان دي عملتها الدوله، وده اللي عملها النظام للشباب، دي كويسه جدا طبعا. ومشروع المليون وحده دي لو تم ان شاء الله هيحل مشكله كبيره قوي للشباب يعني. الأخلاق بتصنع الإنجازات. مين جعان وأكلته؟ مين متضايق وضحكته؟ مين مهموم وسمعته؟ مين تاه ووصلته؟ مين غلط فيك وسامحته؟ مين قالك تعالى في شر وهربت منه؟ مين هد وانت بنيت؟ مين اتوجع وانت دعيت؟ مين خرب وانت وعيت؟ مين ساعدك ومن قلبك قدرت؟ مين قدم لك مساعدة وشكرت؟ سفراء الأخلاق كتير. شارك معنا في حملة أخلاقنا لتسليط الضوء عليهم. احكي لنا عن سفير أخلاق تعرفه على هاشتاج أخلاقنا. يلا نعيش بأخلاقنا. أهلا بكم وعودة إلى استوديو الشارع المصري، ونبدأ بالسؤال ونتوجه لوزارة الإسكان. المشروعات اللي تم افتتاحها مؤخرا جزء كبير جدا منها بيصب في الإسكان الخاص بمحدودي الدخل وإسكان الشباب. النهارده واحنا بنسمع هذا التقرير كان في جزئيه مهمه جدا نوه عنها احد المواطنين، انه يريد ان تكون هذه المشروعات مرتبطه بشبكه مواصلات جيده، شبكه طرق جيده، وبالتاكيد شبكه خدميه للمنطقه عشان يسهل التواجد والمعيشه في هذه المناطق. هل ده جزء من التفكير والتخطيط عند اقامه هذه المشروعات الاسكانيه، ولا حدود تفكير وزاره الاسكان بتنصب في انه الوحدات تكون موجوده؟ لا، الفكر وزاره الاسكان اتغير عن السابق، وفعلا الاول أنا كنت بتشرف إن سيادة الرئيس كنت في تواصل معاه بالفيديو كونفرنس في افتتاح محطة المياه. أنا كنت رئيس جهاز مدينة أكتوبر سابقا، فأنا اللي بفتتح محطة المياه اللي في أكتوبر اللي بتكلفها 3 مليار جنيه، خطوط نقل من النيل على بعد 38 كيلو لمدينة أكتوبر. عارفين ان مدينه اكتوبر كان فيها مشكله ميه كبيره. لا، وفيصل والهرم والمنطقه دي. أيوة. فالحمد لله ان المشروع ده كان مشروع ناجح جدا، وكان في تكثيف ان احنا نخلصه في توقيتاته. في 100,000 متر مكعب يوم لفيصل والهرم، فده حلت مشكله كبيره. والاسكان اللي سياده الرئيس افتتحه، الميه اللي واصله له من هذه المحطه، فالبنيه التحتيه مهمه جدا. فالنهارده الاخ اللي يعني انت حضرتك اتكلمت برضه في موضوع ربط المدن الجديده بالوسط البلد وبالمواصلات. انا بنفكر بجديه دلوقتي ان دايما في تواصل، اي مجتمع جديد لازم نربطه بالميادين العامه. احنا النهارده في 4 خطوط في اكتوبر اشتغلوا يربطوا اكتوبر بميدان العتبه ورمسيس والسيده عيشه، فدي مهم جدا. مع في خبر سعيد ان في مترو هيتحرك من على الطريق الجديد اللي هو هيوصل اكتوبر بامبابه، فده برضو في دراسات ان احنا ان شاء الله هيبقى في خط مكهرب لربط اكتوبر
بالعاصمه. ما لسه ما زلنا في مرحله الدراسات ولا لا تم لا اتخاذ القرار لا، واحنا داخلين في حيز الطريق اللي تنفيذ؟ بتنفذ معمول حساب حيز التنفيذ يكون في الجزيرة مترو الوسطى ان شاء الله. ان شاء شاء الله. الله. ده هايل، لان السكك الحقيقه بقت زحمه يعني ما بقتش 6 اكتوبر زي زمان او زي زمان ان هي بعيده، لا ده خلاص الدنيا بقت زحمه، ففعلا ان يكون في مترو ده شيء رائع. لازم نفكر في الاتجاه ده. في طبعا وقدام المترو الرابع قدام يربط اكتوبر بالقاهره، تمام. وفي مترو تاني من امبابه في الاتجاه الثاني على الطريق الصحراوي يربط اكتوبر بامبابه. طبعا في الاتجاه برضه في القاهره الجديده برضه نفس الموضوع ونفس الفكر شغال ان شاء الله. احنا هنا بقى نتوجه الى مجلس النواب نيابه عن الشعب، ونعرف انه يعني رايكم ايه في هذه المشروعات وشايفينها ازاي، ايه اللي كان ناقصها، ايه اللي بتقدمه، هل بالفعل ممكن توفر حياه كريمه للشباب اللي هيسكنوا فيها؟ هو الاول بس انا بشكر حضرتك على استضافه البرنامج. هو الموضوع كله بس الاول طبعا ان السيد الرئيس يعمل 34 مشروع دي حاجه ممتازه جدا يعني ما شاء الله، يعني في فتره كويسه جدا. فانا برضو يعني بطرح على وزاره الاسكان، احنا عايزين بالظبط المشروع دوت يروح للمستحقين، بمعنى الناس كلها اللي هم انا عندي مثلا اتكلم شويه على العشوائيات طبعا مثلا في دايره الشربيه عندنا والزاويه الحمراء عشوائيه. شيء يذكر. هل المشروع دوت هو مثلا ليه زي ما الاستاذ اتكلم وقال العشوائيات ليهم دور ان هم ياخدوا زي محدود الدخل بالظبط؟ اعتقد حضرتك انه خلال افتتاح الرئيس لهذه المشروعات نوه تنويه صريح وقال لابد من استمرار هذه النوعيه من المشروعات وسرعه تنفيذها عشان نقدر نواجه العشوائيات ولا نسمح بتفشيها. وحضرتك برضو زي ما قلت ان العشوائيات فعلا عاوزين نتغلب عليها، فمش هنتغلب عليها الا بالمجتمعات العمرانيه الجديده المتكامله اللي فيها خدماتها. النهارده يعني شروط الاسكان الاجتماعي ده شروط ميسره جدا متاحه لاي حد كان يقدم فيها. النهارده سياده الرئيس والقياده السياسيه امروا ب 100,000 في خلال سنه، ال 100,000 وحده دول بيتكلفوا 15 مليار جنيه، يعني المواضيع يعني الوحده بتتكلف 135,000 وهيتم التنفيذ مع الهيئه الهندسيه. وزاره الاسكان والهيئه الهندسيه في الاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط في كل الاتجاهات، فاحنا شغالين بقوه. الاعلانات بتنزل، احنا الدخل بالنسبه للمتزوج 3000 جنيه شهريا والاعزب 2700، وما نسيناش بقى اصحاب الحرف اللي هو فاتح ورشه على قده، اللي فاتح اي حاجه كشك على قده. قلنا طب انا بسال حضرتك على العماله الصغيره والمحدود الدخل، ان هم مثلا عامل بتاع سيراميك، عامل بتاع طوب، عامل العماله دي هتقدم ازاي في الوزاره عند حضرتك؟ هتقدم ازاي؟ احنا ما نسيناهمش، هو بيجيب شهاده من محاسب قانوني بالدخل بتاعه وانه يكون متامن عليه وبيقدم زي اي حد. هو اصلا ما عندوش تامين. انا بتكلم تامين شخصي، ما عندوش تامين شخصي. اي مكتب تامين. احنا عاوزين نرجع النهارده، لازم ثقافه الشعب تتغير، لازم يبقى كل فرد مؤمن عليه، اذا كان بيعمل حرفي اذا كان لازم يكون مؤمن عليه. فالتامين مع دي حاجه بسيطه جدا، في اي مكتب تامينات بيقدر يامن على نفسه. وعلى فكره في ناس قدمت كتير من اصحاب الحرف في المشروع بتاع دهشور اللي تم افتتاحه قريب. يمكن احنا في حاجه انه يكون هناك توعيه في هذه احنا المشروعات. عايزين بس الناس يعني هو المشروع عايز ياخد اعلام اكتر من المشروع. اعلام اللي هو الناس برضو عايزه تعرف اللي هم الناس، يعني في ناس طبعا عندنا مثلا في الاميه ما تعرفش مثلا ان في مشروع زي دوت، فاحنا عايزين الشعب كله يشارك فيه. اعتقد ان ده برضو لازم يكون دور تقوم به الاحزاب السياسيه، انه ونواب مجلس النواب ان هو كل نائب في منطقته يقدر يعلن في هذه المنطقه. يبقى الاعلان ينزل في الجرايد. احنا لسه قارين خبر ان منطقه تل العقارب وفيها منطقه عشوائيه كبيره جدا النهارده بيتم ازالتها، والمواطنين لاهل هذه المنطقه سينتقلوا الى اسكان مؤقت في اكتوبر لمده 1.5 سنة، مش عشان هيتنقلوا هناك وخلاص يعتبر ان هم انتهى المنطقه سيعاد بنائها. 13,000 وحده في اكتوبر اللي هي لاسكان العشوائيات دي مبنيه وخدماتها في وحده صحيه، في مدرسه، في سوق تجاري، اللي هم في الحالات اللي هي محافظه القاهره لوحدها واخده 7,500 وحده من هذه هي الفكره اللي لفت نظري الحقيقه وانا بقرا الخبر، فكره انه سوف ينتقلوا بشكل مؤقت لمده 1.5 سنة علشان سيعاد بناء هذه المنطقه، بس مش بشكل عشوائي، عشان في ناس بتقول احنا مرتبطين باماكننا السكنيه، طبعا. مرتبطين بظروفنا العمليه هناك. باماكن قبل كده على فكره من حوالي سنه، بس هو انا عايزه اتكلم اكتر في موضوع العشوائيات، لانه يمكن زي سياده الرئيس ما ذكر نظريته، ودي حاجه اجتماعيه اكتر منها عمرانيه او مواقع، يعني انه
بنعمل احلال للعشوائيات، ان انا علشان الغي العشوائيات لازم قبل ما امشي الناس دي لازم بكون بقدم لهم بديل. مساكن. واعتقد فكره استاذ عمر هنا في السؤال برضو انه بكام؟ ما هو بالنسبه له اللي ساكن في العشوائيات ممكن يبقى اقل كمان من محدود الدخل، يعني ممكن ما يقدرش. انا اللي اعرفه ان هي 5000 تقريبا في البدايه. هو الاسكان الاجتماعي لا في فرق يعني بين العشوائيات والاسكان الاجتماعي. بالظبط. الاسكان الاجتماعي اللي هو فده إيه؟ ده 5000 مقدم 5100 جنيه بالظبط يعني. كسب الوحده بيكمل 15% من 135000 وبيقسط الباقي على 20 سنه بقسط شهري بيبدا ب 480 جنيه. ده بالنسبه وواخد الوحده متشطبه سوبر لوكس. يمكن حضراتكم تشرفونا وتشوفوا مدى تشطيب الوحدات والخدمات بتاعتها موجوده، اذا كان سوق تجاري او مدرسه او وحده صحيه بتكون موجوده في نفس المجتمع او في نفس التجمع. بالنسبه للعشوائيات بالنسبه للعشوائيات الوحده تقريبا ما كانتش بتعدي 20 21 الف جنيه، لا غير مختلفه عن ده هيدفعه مره واحده؟ لا ده احنا فتحناها كمان للايجار. فتحنا يمكن كان المهندس ابراهيم محلب هو رئيس وزراء فتح ونزلنا الاعلان في الجرايد. هو سياده الرئيس شكر المهندس، شكر طبعا المهندس ابراهيم محلب، وفتحناها بالايجار، والايجار كان ايجار رمزي 100 جنيه 120 جنيه، كان ايجار رمزي مسموح ويقعد فترات طويله جدا في الوحده في الوحدات بالنسبه للعشوائيات يعني. هو حضرتك بس زي ما في بالظبط نسبه للاحتياجات الخاصه اللي بياخدوها، برضه لازم العشوائيات يبقى ليهم نسبه ونسبه اكبر، لان هم اكتر ناس تستحق الكلام ده. هل تعتقد حضرتك ان ده من الاشياء اللي سوف تطرحوها من خلال لجنه الاسكان في مجلس الشعب؟ طبعا. قانون تنظيم مساله العشوائيات سواء باحلال وتجديد او انهاء المنطقه ونقل اهلها الى مناطق اخرى فيها يعني اماكن خدميه، فيها مدارس، فيها مستشفيات. لانه هل مش اعتقدش ان كل الاماكن سوف تكون في مجال ان احنا نعيد بنائها واعاده المواطنين ليها تاني، في اماكن في حاجه الى ازاله كامله. وفي ناس مرتبطه باماكنهم ما بترضاش ان هي مثلا زي ما انت حضرتك قلتي ممكن سنه او سنه ونص يطرحوا ويجوا تاني. طيب هنستاذنكم، احنا معانا اتصال تليفوني من استاذ يوسف من القاهره ونبداها على طول لانه استاذ يوسف عنده مشاكل في موضوع الاسكان. الو استاذ يوسف. ايوه مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك، اتفضل. اولا انا احيي المشروع واحيي فخامه الرئيس القائم على المشروع واحيي ضيوف سيادتك الكرام. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. انا عايز بس حد من وزاره الاسكان يحل المشاكل ويرد على الناس رد مبسط، لان الناس بتروح البنك بتاع العقاري اللي عند مجلس الدوله بيدوخوا وقافلين، يقولوا لهم روحوا 15 مايو، محدش فاهم حاجه خالص. دلوقتي الناس اللي طلعت في القرعه اللي هي ب 5000 جنيه دي اللي هي في دهشور تتواصل ازاي؟ حاطين نمره ما بتردش، اللي هي 1188 ما بتردش. طب الناس تروح ازاي؟ اللي طلع اسمها في اليوم السابع وموقع وزاره الاسكان تعمل ايه؟ تتواصل مع مين؟ محدش يكلمها ولا عارفين اي حاجه خالص. تمام. واخد بال حضرتك؟ الحاجه الثانيه لو هم مقدمين مثلا في اسكان ثاني اللي هو كان المتميز ابو 45000، هل كده في مخالفه قانونيه ولا لا؟ تمام. طب خليك معانا يا استاذ يوسف. اتفضل حضرتك هتسمع حاجه اجابه. اتفضل. هو طبعا بالنسبه للاسكان الاجتماعي بتاع دهشور هم 13008 وحده، مسلسل من واحد ل 13000 والناس عرفت دلوقتي. في اتصال تليفوني هيتم من صندوق التمويل العقاري والبنوك المسؤوله عن الناس اللي هي فازت، هي مش قرعه طبعا، هي كانت اولويات للشروط. هيتصلوا بيهم عشان في استعلام ميداني، الاستعلام الميداني هيخلص هيتصلوا بيهم عشان التعاقد في البنك اللي هو التابع ليه، هيقول له بنك كذا تروح هتتعاقد هتكمل 15%، يعني هو ما يقلقش، هيجي له اتصال او رساله، هيبقى في اتصال معاه مباشر. لكن لو عاوز يتواصل دلوقتي ويعرف، احنا فتحنا مقر جديد في 15 مايو النهارده لسه مفتوح عشان الاسئله الكتيره في جهاز مدينه 15 مايو، عشان لو حد عاوز يستفسر عن حاجه، وفي 4 موظفين بس بدانا النهارده لسه رايحين النهارده ان شاء الله. اللي عاوز يستفسر هو بينتظر انتوا اللي بتتصلوا بيه، احنا هنتصل بيه، ما حدش يقلق. المجموعه من 1 ل 13008 هيبقى في اتصال بيهم مباشره، اذا كان اتصال تليفوني او رساله عشان يقول له 1 2 3. ده امتى او بحد اقصى امتى؟ يعني الاتصال ده خلال شهر، يعني مش هيتعدى الشهر ان شاء الله. طب حضرتك بالنسبه لسؤاله الثاني اللي هو خاص بالناس اللي كانت مقدمه هو طبعا المتميز، الاسكان اللي هو اسمه دار مصر او المتوسط، هو ده اسكان مسموح لكل الناس وما فيهوش اي شروط وممكن اي حد يقدم فيه.
يعني لو حد مقدم في هذا الاسكان وفي نفس الوقت وقع عليه الاختيار في الاسكان الخاص بدهشور، يقدر يبقى محتفظ بالسكنين، ولا ممكن في هذه الحاله يفقد حقه في الاسكان اللي هو طبعا 5000؟ انا حضرتك ممكن نعمل اتصال بالرئيس الاسكان الاجتماعي اللي هو المهندس صلاح حسن، التفاصيل دي لان انا مش منوط بيها، ممكن يوضح عشان ما اقولش حاجه بس تبقى مش مظبوطه. ممكن نحصل اتصال بيه هو يفرق بقى هل اللي خد ده ممكن او مش ممكن. بس برضه احنا مش مقتنعين ان واحد واخد اسكان اجتماعي واستفاد. الوحده بتتكلفنا فوق ال 200,000 جنيه من انشاءات ومرافق سياديه وكهرباء وميه وصرف، ويرجع ياخد تاني اسكان مميز. يبقى هو لو امكانياته ياخد اسكان مميز او اسكان متوسط يبقى ياخد في الاسكان، بس ده برضه نرجع للي هو المنوط بهذا الموضوع. هو يا ريت لو نقدر نتصل بيه، لان برضه يا فندم في ناس ممكن يكون ياما عمارات قايله للسقوط وياما مساكن فيها مشاكل محتاجة. فممكن هنا في ناس عامله على نفسها مديونيات وقروض عشان لكن احنا مقتنعين ان واحد دخله لا يزيد عن 3000 جنيه يقدر ياخد الوحده في الاسكان المتوسط بتتعدى 400,000 جنيه. يعني الموضوع مش طبعا. استاذ يوسف بنشكر حضرتك على الاتصال، واعتقد الاجابه وصلت، ومن هنا بقى نروح لاستاذ عمر. لو حد من ابناء دائرتك جالك بشكوى زي الاستاذ يوسف او اي شيء فيما يتعلق بهذا الموضوع، هتتعامل معاه ازاي وهتلجا لمين؟ هو في كتير بيتصلوا بيا بيقولوا لي رقم ال11 ما بردش عليهم خالص، مفيش تواصل. عشان كده انا بقول لحضرتك ان هو اصلا المشروع مش متسوق له كويس او ما فيش اعلام جيد ليه. بمعنى برضه عايزين تواصل. المفروض المشروع ده يبقى في الاحياء، يبقى عندنا في الاحياء مثلا في كل الدوائر مشروع يطرح لكل مثلا الشباب عندنا، وفي مراكز الشباب لازم يطرح، لان هم اصلا بيروح بيقول لك احنا بنروح البنك التعمير ما بنلاقيش حد بيرد علينا. احنا هل هم برضه الناس حتى الان بيحسبوا ان هي قرعه، وهي اصلا لها شروط مش قرعه، فهو بيحسب ان هي فيها قرعه، وهم برضه لسه حاسين ان في محسوبيه، ولسه ان انت ممكن يبقى في محسوبيه وحد ياخد. لا حاجه مساله حاسين يعني انا ممكن اقول ان في شخص تقدم او راح وحس ان في تقصير في الاداء فبيتكلم عن علم، لكن طريقتنا بتاعتنا كمصريين لا يا عم ما ايه اللي هيتغير. لو السؤال بس الاستاذ عمر الناس كلها لا انت عاوز توضيح من يعني ناحيه ايه؟ للي فاز ولا لسه المرحله الجديده؟ عايزين توضيح حضرتك للمشروع ده اللي فاز يعني اللي لسه نطرحه للناس او ولا حتى هذا المشروع يا فندم. المشروع يا فندم توضيح اللي انت اتكلمت عليه اللي هو ب 135,000 الناس عايزه يعني تاخد فكره وتوضيح. على فكره ياخد دورها المليون وحده ده الاعلان بينزل في الجرائد الرسميه في الثلاث جرائد الرسميه لفترات. والله يا فندم هقول لحضرتك على حاجه يمكن في ناس ممكن في حاجه لن يكون هناك اعلام، بس ده دور النائب بقى يتواصل معانا احنا كوزاره الاسكان وعارفه كده حقيقي. يا ريت وزاره الاسكان تتواصل مع اجهزه مع التلفزيون الشعبي الرسمي، التلفزيون المصري هذا هو المصدر الرئيسي اللي الناس ممكن تاخد منه هذه المعلومه من خلال قنواتنا، من خلال الراديو، قنوات الراديو. احنا في حاجه اللي عندنا قنواتنا اللي الناس بتتابعها بشده، الراديو والاذاعه المصريه ليها متابعين بشكل كبير جدا، واعتقد ان اهالي هذه المناطق هيكونوا اكتر ناس بتتابع الاذاعات المصريه. نوعدك في اي مشاريع نتواصل مع التلفزيون المصري والاذاعه تواصل من فضلك مع التلفزيون المصري والاذاعه المصريه عشان نعلن الناس الى جانب الاعلانات اللي بتتم من خلال الجرائد الرسميه او من خلال الاحياء. طيب انا جزئيه العشوائيات من المشاكل الكبيره جدا، واضح ان الدوله ابتدت تاخد اجراءات جاده جدا واتنفذت. عندنا وحدات جاهزه للاسكان المؤقت، عندنا مشروعات بتخاطب محدودي الدخل. انا عندي اهو مشروع علشان يقدم ب 5000 جنيه، بنفكر في اللي دخله 2000 جنيه او اقل. كل هذه الخطوات بتقول ان الدوله بتفكر، ولكن ذلك لن يزيل صداع العشوائيات اللي بيهدد مصر، مش بس في يعني الحيز وجودي المكاني الاسكاني، العشوائيات بتخرج منها مساوئ اكثر من ذلك بكثير. هل هناك نية لدى لجنة إسكان مجلس الشعب للتقدم بمشاريع قوانين بتستهدف العمل على إن احنا نتعامل مع هذه القنبلة اللي اسمها عشوائيات في مصر؟ هل هي على ضمن أولويات اللجنة أم إن المسائل لسه في حيز التفكير منتظرين تسمعوا الحكومة بتفكر للعشوائيات في إيه؟ اسمح لي آخد إجابة من حضرتك ولكن بعد هذا الاتصال. أستاذة أسماء، ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت احنا بس عندي مشكله ينفع بس اقولها لحضرتك؟ اتفضلي يا فندم احنا سامعينك. ماشي. انا والدي كان مقدم في اللي هي شقق الاسكان المتوسط تبع القاهره الجديده. القاهره الجديده ايوه. اتفضلي. فاحنا قالوا لنا احنا مستوفي الشروط وكده.
وبعد كده بعد ما قالوا لنا مستوفى الشروط جينا عشان الاسامي تنزل في القرعه الثانيه، اسمنا ما نزلش في القرعه الاولانيه. فجينا عشان اسمنا ينزل في القرعه الثانيه ما نزلش. فهو يعني احنا قالوا لنا احنا مش عايزين نسحب الفلوس، قالوا لنا طالما اسمكم ما نزلش تيجوا تسحبوا الفلوس. ايوه احنا مش عايزين يعني نسحب الفلوس، احنا والله احنا محتاجين للشقه دي بشكل احنا اصلا. طب يعني هل قالوا لحضرتك انتوا اترفضتوا ليه؟ هل مثلا قالوا لكم انتوا اسمكم ما طلعش في القرعه الاولى والثانيه عشان مثلا الشروط مش منطبقه عليكم؟ لا دي ما فيهاش شروط، ده اسكان متوسط. ده اسكان متوسط ما فيهاش شروط. هي بتبقى قرعتين ورا بعض مش قرعه واحده. ما هو نتكلم. اتفضل يا فندم. خليكي معانا استاذه اسماء. الاسكان المتوسط اتعمل على مرحلتين. المرحله الاولى 31000 وحده على مستوى ال 12 مدينه تقريبا، والمرحله الثانيه 25000 وحده. كان في طبعا ضغط على القاهره الجديده، ففي تعليمات او نزل اعلان ان اللي مش عاوز يسحب فلوسه ويسيبها يستنى القرعه الثانيه. القرعه الثانيه نزلت، القرعه دي بتنزل ما فيهاش شروط لان اي حد مسموح لاي حد يقدم. ده الاسكان المتوسط مش الاجتماعي اللي هو المتر ب 3400. النهارده احنا بنعمل، سياده الرئيس امر في الاحتفال الاخير ان نعمل 100000 وحده اسكان متوسط تاني، وكان نصيب القاهره الجديده 11000 وحده اللي هم هينزلوا ان شاء الله. فانا ببشرها لان اي حد هيقدم ان شاء الله هيكون له نصيب لان العدد ده كبير جدا. طب هي مقدمه ودافعه فلوس بعدين ده لسه قدامه ده ممكن تسيب الفلوس في مش قدامه ايه حضرتك؟ احنا ما فيش وقت دلوقتي، احنا بنخلص على طول، يعني التعليمات بتيجي بنخلص على طول الواحد. لما جيش في الموضوع بنخلص على طول المواضيع. يعني هي لو عايزه تسيب فلوسها ممكن مع البنك هينزل انها تسيب فلوسها وتبقى لها نصيب. استاذه اسماء ارجو ان حضرتك تتابعي، وبنقول القاهره الجديده هو فيها 11000 وحده بالامر من المباشر من رئيس الجمهوريه، والهيئه الهندسيه بالتعاون مع وزاره الاسكان بتتعاون في هذه الانشاءات. فان شاء الله في خلال سنه هنشوف مشروع على ارض الواقع واسكان على ارض الواقع ووحدات موجوده. يا ريت تروحي تتابعي وتقولي ان الفلوس اللي انتوا قدمتوها عايزين تقدموها علشان ال 11000 وحده اللي تم تخصيصهم لمنطقه القاهره الجديده، وان شاء الله باذن الله يكون لكم من نصيبكم. احنا قلنا المسؤول البنك بتاع بنك الاسكان يمكن هم لسه ما عرفوش حبيبتي، هم لسه ما عرفوش. الخبر بتاع 11000 ده لسه. طب هي استاذه اسماء تلجا لمين يعني عشان تفعل حديث حضرتك؟ تلجا لنا في هيئه المجتمعات، واحنا هنتواصل مع بنك الاسكان والتعمير لان لسه الاسكان ده لسه واخدين الامر لسه امبارح، لسه الامور لسه ما وصلتش. شكرا يا استاذه اسماء. الحقيقه من الهام جدا سؤال ولحضراتكم الاثنين لان المفروض اعتقد يكون في هنا تعاون. يعني حضرتك يمكن اشرت من شويه لانه هذه الشقق تذهب الى مستحقيها. احنا هنا بنتكلم عن سماسره الاسكان او مشاريع الاسكان، دي هتتعاملوا معاها ازاي؟ ازاي تضمن انها بالفعل رايحه لمستحقيها، وازاي نواب مجلس النواب يساهم في حل هذه المشكله؟ حضرتك يمكن الاعلان الاخراني اللي هو بتاع 13000 وحده لما نقول لهم هيتصلوا بيكم في استعلام ميداني بعد ما طلع اسمه، هيروحوا يشوفوا اللي هو مقدمه فعلا عايش في نفس المكان اللي هو قال عليه مع اهله مع كذا، يعني هيشوفوا في استعلام ميداني عشان يقرر الحاله النهائيه. الامور في شفافيه كامله في استقبال الطلبات وفي التقديم، وانا من على الهواء اي حد بيشوف حاله فيها اي شك للواسطه او المحسوبيه يتقدم لنا واحنا ندرس الكلام ده ونعلنه للراي العام. اتفضل يا فندم. ما هو انت حضرتك كنت بتتكلمي معايا بس في النقطه لجنه الاسكان وهتعمل كشف العشوائيات. احنا كنواب القاهره عملنا اجتماع مع السيد محافظ القاهره وكلمنا على العشوائيات، فهو وعدنا بقانون قرار ان شاء الله العشوائيات دي في خلال 5-6 اشهر يبقى في قانون يعني. في قانون خاص بيها. قانون خاص بيها. القانون ده هتتقدم به الحكومه. هتقدم به الحكومه. طبعا سيطرح على لجنه الاسكان. فده راح لجنه الاسكان وهنكره ان شاء الله في اقرب فرصه في لجنه الاسكان. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. عموما احنا عايزين نقول انه هذه المشروعات التي نراها على ارض الواقع بتتحقق امام اعيننا. احنا كاعلام لن نقصر، سوف نكون متابعين، ويمكن احنا اهو قلنا لوزاره الاسكان ارجوكم هذه المشروعات يتم الاعلان عنها من خلال التلفزيون المصري، من خلال ماسبيرو، من خلال الاذاعه المصريه، علشان المواطن يقدر يعرف معلومات عنها. هتكون دائما هناك متابعه، لانه لما بنشوف احلام المصريين بتتحقق على ارض الواقع وبتتحقق في حيز زمني الحقيقه سريع جدا، ده بيدينا الامل انه هذا الوطن ان شاء الله بيتعافى بشكل كبير جدا، وسوف يخاطب الفئات
الأكثر احتياجا وسوف يخاطب فئات الشباب. وإحنا عارفين أن هذه المرحلة الرئيس مركز فيها جدا على مسألة الشباب من ناحية الإسكان، من ناحية العمالة، من ناحية المعرفة. بنك المعرفة اللي تم افتتاحه ده بيستهدف الشباب ويستهدف الأجيال القادمة. الحقيقة المنظومة بتقول أن هناك تفكير، ولكن في حاجة إلى أن يكون مسؤول الحكومة ومسؤول الدولة على نفس سرعة رئيس الدولة. متابعي برنامجنا من سنين اعتقد هم بيسمعونا، واحنا دايما كنا نناشد وننادي بان يكون في مشروعات قوميه مختلفه يلتف حواليها المصريين جميعا. ابتدت هذه المشروعات يمكن من ايام قناه السويس وغيره وغيره، مشروعات كثيره جدا. اكيد عنا كلنا على هذه المشروعات. اكيد المشروعات الخدميه هامه جدا لكل اطراف الشعب المصري. في ختام الحلقه مشاهدينا بنشكر ضيوفنا مهندس عبد المطلب ممدوح مساعد نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه، شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. وايضا استاذ عمر وطني عضو مجلس النواب، شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. وبنشكركم مشاهدينا، الى اللقاء الاسبوع القادم باذن الله وحلقه جديده ولقاء جديد والشارع